السلام عليكم، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم، صباح الورد والفل والياسمين يا أغلى متابعين. ربنا يخليكم ليا يا رب. صباحكم كده رضا ورزق من الرحمن، وصباح كل حاجة حلوة في الدنيا علشان خاطر الناس الحلوة اللي بتكتب لكم كومنتات حلوة. ربنا يخليكم ليا. بص بقى، هنا انا عايزه اقول لكم ان انا تعبانه جدا بمنتج لكم، وانا خلاص مش قادره يعني ان انا اصور ولا منتج. الفيديو ده كان متصور عندي وبصراحه ما صورتش. انا بقالي فتره تعبانه جدا ومش قادره اصور ولا قادره اعمل حاجه، فبصراحه لقيت القناه كده مش هينفع ان انا افضل قاعده. وزي ما انتوا عارفين ان شغل القناه وكده لازم بيحتاج وقت ومجهود وتعب وكل حاجة. فالحمد لله يا رب العالمين على الصحة والستر وراحة البال. ربنا يديكم يا رب على قد نيتكم ويرزقكم الصحة والستر وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. بص بقى، بتعملي ايه يا رز النهاردة؟ كل سنة وانتوا طيبين. طبعا احنا رمضان خلاص داخل على ابواب وكده والناس يعني ربنا يلطف بينا في الغلا اللي احنا بنشوفه ده. انا كان عندي شوية فلفل كده، اللي هو الفلفل السوداني ده، بجيبه وبحطه كده في علبة او بحطه في اي حاجة، وبشيلهم كده في المطبخ في التلاجة يعني عندي، او بشيلهم في الفريزر كده علشان خاطر ايه، لما احتاج منهم للسمك او اي حاجة احتاجه يعني دايما بلاقيه بصراحة، يعني بلاقيه جنبي وكده على طول موجود في التلاجة عندي. فاعذروني على عدم نزول الفيديوهات، وكمان اعذروني على عدم ان انا اكون متواجدة معاكم. بجد تعبانة جدا جدا، ودعواتكم ليا بالشفاء العاجل، ربنا يصلح حالكم يا رب. كان عندي مشكلة في النت وما زالت محلتهاش. كان عندي مشكلة في النت ومحلتهاش ومش عارفة احلها، وكمان عندي كمان مش بنزل فيديوهات وتعبانة جدا، والامور الحمد لله متلخبطة معايا لدرجة ان انا مش عارفة اشتغل ولا عارفة اعمل اي حاجة. فمعلش دعواتكم ليا واعذروني على عدم التأخير. بصوا يا جماعة، اقول لكم الهدف من محتوايا ايه. الهدف من محتوايا ان انا براعي ربنا وبراعي ضميري في الشغل، ان انا مش طالعه علشان العب ولا طالعه علشان اعمل اي حاجه. انا طالعه القناه دي عاملاها مصدر رزق علشان خاطر ولادي وعلشان خاطري، وعلشان خاطر ما بدش ايدي لاي انسان، واي حد بيدخل يقول لي اي حاجه غير كده فمعلش خليك عندك. انت مش عاجبك ولا مش عاجبك المحتوى، ما تدخلش تتفرج على رزة. ايه اللي يجبرك ان انت تدخل تتفرج على حاجة انت مش عايزها؟ احنا المحتوى ده ستات البيوت هم اللي فاهمين احنا بنعمل ايه. تمام. مع احترامي لكل الناس الحلوة اللي معايا واقفة جنبي. وكمان هقول لكم على حاجة، كان في حد زعلان مني بيقول لي رزة انت مش بتحيي ليه اهل مصر ولا بلدك الحبيب؟ والله انتوا على دماغي يا جماعة، كل المتابعين، اهلي واهل مصر واهل السعودية واهل كل البلاد العرب، كلكم بدون استثناء كلكم على دماغي، كلكم كده ربنا يصلح حالكم، واقفين معايا في القناة وبتساعدوني علشان خاطر بناتي وعلشان خاطر رزق. انا عارفة الكلام ده كويس جدا، وعارفة انكم عايزين تدعموني علشان خاطر البنات اللي معايا وكده، اللي هم بناتي، علشان انتوا عارفين ظروفي وكده. فمعلش بقى الناس اللي بتدخل بقى تقولي اعملي كذا وما تعمليش كذا. بص، انا عندي مبدأ يا جماعة ومتربية عليه، انا اللي انا شايفاه صح هو اللي انا هعمله. مفيش حد هيجي يعدل عليا علشان خاطر ارضي مثلا حد او كده. انا اللي بشوفه صح بعمله، والحمد لله رب العالمين. في ناس كتيرة واقفة معايا، وناس بتساعدني، وناس بتكتب لي كومنتات حلوة، وناس بتحبني، وناس حلوة قوي قوي. ربنا يجازيكم كل خير يا رب. والناس اللي هي بتدخل ديت مفكرة ان انا عاملة القناة للعب، معلش بعتذر منك، مش هتلاقي اللعب ده عند رزة، ومش هتلاقي اللي انت فيه ده عند رزة. انا بقدم محتوى طبخ في القناة الاولى، والكل عارف ان انا بقدم محتوى طبخ، والكل بيقول لي احنا عارفينك يا شيفا رز على ايه. فربنا يصلح حالكم، بلاش اللي انتوا بتدخلوا تعملوه ده وتتكلموا فيه.
لانكم مش هتستفيدوا حاجة ومش هتوقفوني عن الشغل اللي انا بعمله، لان ده اكل عيشي يا جماعة، ده اكل عيشي، حرام عليكم ارحمونا من اللي انتوا فيه، من اللي انتوا بتعملوه في الواحد. فاعذروني ان انا اتفاعلت معاكم شوية في الكلام، بجد بجد تعبنا ونفسيتنا بقت زي الزفت من الغلا اللي احنا فيه، ومش عارفين نأكل عيالنا ولا عارفين نعمل اي حاجة. انا قاعدة ايجار ومتأجرة، والناس اللي مفكراني ان انا قاعدة ملك وعندي وما عنديش، انا الحمد لله عندي احسن من اي حد، وفي نفس الوقت مقتنعة وراضية باللي انا بيه. لكن الناس اللي مفكرة ان انا ناس برضو داخلالي على الخاص بتقولي انت عندك ملك وطالعة تعملي كده علشان خاطر الناس وكده تتعاطف معاكي. انا الحمد لله حياتي كلها كده زي ما انتوا شايفين، ولا فيها تزويق ولا فيها الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. انا قناتي زي ما انتوا شايفين، هتدخلوا على القناة عندي وهتلاقوا هي التصوير، وهو اللي انا بصوره في الشقة هو اللي انا بصوره في كل مرة. فالناس اللي بتدخل كده وتكتب كلام ملوش لازمة، انا ولا يخصني ولا يهمني اي حاجة، انا مكملة علشان خاطر بناتي وخلاص الحمد لله. انا في ناس كتيرة واقفة معايا وداعم نفسي ليا، فكلامكم مش هيفيد بأي حاجة، والهري اللي انتوا بتهروه ده اهروه، انا مش في دماغي اي حاجة. فالحمد لله على الصحة اهم حاجة، ودعواتكم ليا ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا ويهدينا ويرزقنا كده، اهم حاجة الرزق الحلال. مش هقول اكتر من كده. والمتابعين الحلوين اللي هم بيتابعوني وبيحطوا لي كده كومنت ولايك وكل حاجة حلوة، ربنا هيجازيكم طبعا. كفاية جبر الخواطر على الله يا جماعة، انتوا مش عارفين ان جبر الخواطر على الله، ولا هي الدنيا خلاص الخير قل منها والرزق قل منها بسبب سوء النية وبسبب كلامكم اللي بيجرح في البشر وكده. هنا كنت بقول لكم ان انا بفرمها بالمنظر ده، وبحط لها شوية زيت وشوية ملح، وبخزنهم بقى في العلبة بيكونوا جاهزين وقت ما انا احتاجهم بلاقيهم بس. ودي عيشة الطبيعية وده حال الطبيعي، يعني انا مش طالعة ازوق حاجة ولا اعمل حاجة. والمطبخ زي ما انتوا شايفين انا طالعة كده وعادي طبيعي، يعني حلو حلو، واللي عندي بقضي بيه يومي، واللي ما عنديش بستنى لما ربنا يفرجها واجيب. فالناس بالله عليكم بلاش كده تجرحوا في الناس، علشان الناس تعبانة وظروفها ما يعلم بها الا ربنا، والناس تعبت، والناس تعبت والله، الناس تعبت بجد. فالناس اللي كان في حد بقول ربنا يفك كربي وديني، فراح رد وقال انا الحمد لله لا عندي كرب ولا عندي دين، خليك انت بس في الكرب بتاعك، وخليك انت في الديون بتاعتك. فربنا يصلح حالك، وجبر الخواطر على الله. وعيب جدا لما الواحد يعني لا حول ولا قوة الا بالله، فين الخير يا جماعة؟ الدنيا قلت من الخير وقلت من كل حاجة حلوة، علشان كده ربنا منزل غضبه علينا، وغلاء الاسعار ده من كتر الغضب اللي ربنا نزله علينا. والناس ما عادش في قلوبها رحمة، الناس ما عادش في قلوبها رحمة. الناس مش عارفة اقول لكم ايه، والله الواحد بيزعل والله. بشوف ناس كده بزعل عليها انها كده، يعني لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. فين الرحمة؟ فين القلوب الطيبة؟ زمان ما كانش فيه كده، كان الخير كتير بسبب الناس كان قلوبها صافية وكان قلوبها رحيمة، لكن دلوقتي ما فيش. معلش ان انا اتفاعلت معاكم شوية في الكلام، بس الحمد لله. انا حبيت اوضح لكم حاجة، وحبيت كمان اشكر كل متابعين الحلوين جوه مصر، واهلي وحبايبي الصعايدة الجدعان جوه مصر وداخل مصر وخارج مصر، وكل بلد في مصر تحية ليها. لكل متابعين اللي هم بيتابعون من مصر، وتحية طيبة لأهل الناس المحترمين السعودية وأهل السعودية وكل الناس الحلوة على دماغكم. نورتوني وشرفتوني، وربنا يصلح حالكم ويسعدكم ويديكم على قد نيتكم ليا ويرزقكم يا رب، اللهم امين. وكمان شكرا لكل الناس اللي بترفع لي منتدى، بتكتب لي كلام كويس، كلام يليق بيا ويليق بالمحتوى بتاعي. وشكرا للناس اللي دخلت القناة عندي التانية، قناة مطبخ رزة،
بقدم فيها وصفات حلوة قوي، وبعمل فيها كل حاجة كده من كل قلبي وحب للمطبخ. والناس اللي قالت لي يا رز احنا عايزين نعرف روتينك اليومي ماشي ازاي، بتنظمي ازاي بين بناتك وبين الشغل وبين القناة بتاعتك وكده. فانا عملت المحتوى ده علشان خاطر برضو متابعين الحلوين اللي بيحبوا يسمعوا رزة. المحتوى ده طبعا الناس كلها بتحبه، وفي محتوى محترم الناس تشجعه، محتوى برضو غير لا بيا انا ما ينفعش ان انا اعمله. الناس اللي مفكرة ان هي كل المحتويات زي بعضيها، فمعلش عندك لما تدخل القناة وتشوف المحتوى بتاعها هادف ولا لأ، وتشوف المحتوى بتاع الست دي محترم ولا مش محترم، وتشوفها بتقدم روتين محترم ولا مش محترم، وبعد كده احكم عليها، وبعد كده اتكلم في حقها، وبعد كده شوف انت هتوصل لغاية فين من كلامك بالسوء للنية السيئة اللي انت فيها. فالحمد لله اهم حاجة على النعمة اللي احنا فيها، ودايما بنقول الحمد لله دايما وابدا. والناس اللي عمالة تقول لي يا رزة هي دي شقتك، قلت لكم يا جماعة 100 مرة دي مش شقتي، دي انا متأجراها. الناس اللي بتقول لي اعملي لنا جولة في شقتك، اعمل لكم ايه جولة في شقتي؟ هو المطبخ زي ما انتوا شايفين اهو، والحمام شفتوه معايا في الروتينات، والصالة شفتوها معايا، وأوضة الأطفال اللي عندي شفتوها معايا في الروتينات. أعمل لكم ايه كمان؟ ما عنديش أوضة نوم كنت عملت لكم فيها روتين، كنت عملت لكم فيها روتين وكده. فالحمد لله اهم حاجة دايما وابدا وانا راضية، ومحدش يتدخل في ان انا راضية ولا مش راضية، محدش ليه علاقة بحياتي الخاصة طبعا، مع احترامي للجميع واحترامي للناس المحترمة. انا بس في القناة، خارج القناة محدش طبعا بيتدخل في خصوصياتي ولا بيتدخل في اي حاجة. متشكرة ليكم، متشكرة على دعمكم يا احلى ناس. طبعا الكلام ده متوجه لناس مش ليكم انتم يا متابعين، انتم عارفين ان انتم بتحبوني وبتحترموني وبتعزوني وبتعملوا كل حاجة علشان خاطر انكم تقفوا معايا علشان خاطر البنات وكده. ربنا يصلح حالكم ويرزقكم اللهم امين. وكل الناس الحلوة اللي دخلت القناة نورتوني وشرفتوني، وطبعا مبسوطة بيكم ومبسوطة من تعليقاتكم الحلوة، وعايزة اشكر كل واحد باسمه، بس مش هينفع علشان في ناس بتزعل من كده. فربنا يجازيكم كل خير، وان شاء الله انتظروا كده اقوى الفيديوهات واقوى الروتينات هنعملها ان شاء الله مع بعض. خلصت كده، وكان عندي سوداني، وعملت للبنات سحلب، وكان يومنا الطبيعي زي اي يوم بيت مصرية عادية، ست اصيلة بتدور على مصلحتها ومصلحة بيتها وعيالها. ربنا يجازيكم كل خير يا رب، واتمنى كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وما تنسوش كده تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله كل ما انزل محتوى ان شاء الله يفيدكم وكده. عملنا كده حاجة كده خفيفة علشان خاطر الجو ساقع، عملنا سحلب باللبن وقطعنا برتقان، وحمصنا كده فول سوداني كانت ماما بعتهولي، ربنا يخليها ليا يا رب وما يحرمنيش منها ابدا، هي ووالدي دايما بيسألوا عليا وانا في غيابي طبعا. اي نعم انا مش قاعدة في الصعيد، بس بروح بزورهم وكده في كل فين وفين، يعني علشان خاطر برضو ان المشوار الصعيد ده بيغبط معايا مصاريف جامدة، فبصراحة ما بنزلش كتير الصعيد وكده. فالحمد لله على كل حال. انا هنا خلصت الروتين النهاردة، وكان الكلمتين دول بصراحة كنت عايزة اقوله لكم من زمان في فيديو، بس جه الوقت اللي انا اقولهم علشان خاطر في ناس ربنا يلطف بينا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.